ازيكم يا بنات يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. تعالوا بقى نعمل اللوك دون سهل جدا. ينفع معايا كب كتاب او خطوبة او سواريه. حلو جدا وشيك قوي وسهل، والالوان بتاعته ناعمة جدا جدا وجميلة. في بداية الفيديو متنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس وتكتبي لي كومنت حلو، وتتابعيني عشان تشوفي الفيديوهات بتاعتي اللي بنزلها. في بداية الفيديو خالص طبعا انا شايلة اي زيادة شعر في الوجه، وبعد كده هجيب المحلول بتاع الملح امسح بيه البشرة. حلو جدا محلول الملح، ممتاز للمسامات. حلو جدا لو عملتيه بقطنة كل يوم قبل النوم، هيخلي لك المسامات في حتة تانية. وحلو جدا وبينضف البشرة ومش خطر خالص على البشرة، هو اصلا بيستخدم في الجروح والحروق، فهو مش خطر خالص على البشرة. بعد كده هثبت الحواجب بتاعتي بالوكس بتاعي، هثبتها كويس جدا علشان الفراغات اللي في الشعر تبان. زي ما انتم شايفين بعد ما ثبتها اهو الفراغات ابتدت ان هي تبان عندي. هبتدي ان انا اثبتها كويس عشان الشعر يتفرد ويكون شكله كويس. هجيب اي ميك اب ريموفر عندي وهمسح حوالين الحواجب قبل ما انتقل للخطوه اللي بعد كده. الخطوه دي مهمه جدا جدا، انك تنضفي حوالين الحواجب من الواكس علشان لما تيجي تثبتي بالكومباكت وتحطي الفاونديشن ما يبقاش فيه كلكعه حوالين الحاجب. بعد كده هرطب البشره بتاعتي. انت طبعا رطبي البشره بتاعتك بالمرطب المخصص ليها، سواء بشره دهنيه او سواء بشره جافه. رطبي البشره بتاعتك بالمرطب المخصص ليها علشان يديكي شكل كويس. هخلي المرطب يتشرب كويس قبل ما احط البرايمر. هستخدم النهارده برايمر عادي جدا، هستخدم البرايمر بتاع لوريال. انا بحبه جدا البرايمر ده وبستخدمه من زمان، بحبه جدا. وسعره يعني هو مش غالي قوي، وكمان الافكت بتاعه حلو جدا. هبتدي اوزعه كده بالطريقه، بصوا اللي انتوا شايفينها دي، يمين وشمال وفوق وتحت، بحيث ان انا ادخله في المسامات كلها. احط بقى في المناطق اللي انا عايزه احط فيها. انا بحط في الخدود والدقن، وبعد كده اوزعه كويس قوي. البرايمر بيديكي شكل حلو وفينش كويس للفاونديشن، لو خصوصا لو انت كمان عندك مسامات، فالبرايمر بيبقى فيه نسبة من السيليكون كده شوية بتتغلغل في المسام، بتقفلها شوية او بتديها شكل ناعم. دي الكمية، بصوا شايفين الكمية صغيرة ازاي اللي انا هستخدمها من الفاونديشن؟ شايفين النقطة؟ وبالفرشة الكابوكي دي. الفاونديشن اللي انا هستخدمه النهاردة هو فاونديشن نارس. الفاونديشن دون التغطية بتاعته متوسطة مش فول كفرج، يعني لو عندك عيوب في البشرة او تصبغات او اي مشاكل في البشرة مش هيداريها لك 100%. شايفين الكمية اللي انا خدتها قليلة ازاي؟ لاني انا مش هعتمد على الفاونديشن 100%، انا لسه هعمل كونسيلر، فانا مش عايزة احط طبقة كبيرة قوي من الفاونديشن يخلي البشرة بتاعتي شكلها كيكي. انا عايزة اخد شوية بس لتوحيد البشرة مش اكتر. بصوا شايفين البشرة بقى شكلها حلو ازاي؟ والفاونديشن كل ما تبقى كميته قليلة كل ما هتبقى البشرة بتاعتك نظيفة، مش هيبقى فيه كلكعة في البشرة. هاخد الدرجة الغامقة بتاعت كونسيلر لوريال وهبتدي اللي انا اكنسل بيها الهالات، وبعد كده هبقى اعمل تنوير للدرجة الفاتحة. انا ما استخدمتش كوريكتور اورنج، هستخدم عادي درجتين من الكونسيلر، واحدة غامقة شوية وواحدة فاتحة للتنوير. وبعد كده هعمل لها بلند بالبيوتي بلندر بتاعتي. هنا بقى كنت عايزه اعرف هو الكاميرا كانت عماله يعني تتغير، الالوان بتاعتها تتغير، الاضاءه عماله تتغير وتروح وتيجي، فهنا كنت بتاكد ان هو في ايه مش عارفه. كنت بوضح لكم ان انا مش بستخدم اي فلتر، مش عارفه ليه الكاميرا عماله، بصوا في زي غيامه كده بتيجي على العين وبعد كده بتمشي. لو حد يا بنات معاه موبايل اوبو رينو 12 اللي هو الجديد، يا ريت يقول لي ده اتعامل معاه ازاي. مش عارفه بصراحه الكاميرا ليه بتقعد تعمل كده الوان، مع اني مش مستخدمه فلاتر يعني. وبعد كده استخدمت درجه 227 من الكونسيلر، وهعمل بقى تنوير في الاماكن اللي انا عايزه اعمل فيها اضاءه. وهستخدم البلاش بتاع شي جلام الكريمي، دي درجه لاف كيك. وهبتدي اللي انا اطلع بالبلاش كده لفوق من عند الخدود كده، اطلع بيه لفوق وهوزعه بالفرشه الصغيره اللي انتوا شايفينها دي، يكون بس الشعر بتاعها خفيف علشان ما تمسحليش الطبقات اللي تحت.
وثبت بلوز باودر دارس، ونضفت بكومباكت باودر نوت درجة 4. كانت البشرة حلوة جدا ومش ملزقة ولا اي حاجة، وكانت ناشفة وحلوة قوي وكانت قمر. هجيب البرونزر بتاع بوزيشن فورمولا وبالفرشة اللي انتوا شايفينها دي، وبعد كده هبتدي اللي انا امشي على الخط بتاع البلاش كده ككونتور او برونزر. انا متعمده ان انا ما استخدمش في الفيديو دون حاجات كتير او حاجات كريمي كتير، خصوصا ان الجو حر جدا جدا، فمش عايزه اكتر في البرودكت على وشي واحط حاجات كتير قوي، علشان كمان الميك اب لو انت هتعملي وتخرجي بيه يكون يثبت معاكي في اطول فتره. فعايزين نبعد عن الكريمي، خصوصا لان انا بشرتي دهنيه فما بتستحملش الحاجات الكريمي او في الصيف. فعلشان كده اعتمدت ان انا اعمل برونزر او كونتور باودر، ما عملتش كونتور كريمي خالص. هبتدي اللي انا اجيب القلم بتاع شي جلام دي درجة اسبريسو، وابتدي اللي انا املى الفراغات بتاعه الحاجب. املى بقى كل الفراغات اللي في الشعر دي. لو انتي مش بتعرفي تستخدمي الفلوماستر واول مره تستخدميه، ما انصحكيش انك ترسمي بيه الحاجب لانه بيكون صعب، محتاج يكون ان انت بتبقي متمرسه يعني عليه وبتعرفي تشتغلي بيه. بعد كده هجيب الكونسيلر بتاعي واحط نقطه فوق الجفن، الكونسيلر الفاتح، وهبتدي اللي انا اوزعه بالبراش بتاعتي. هنستخدم النهارده لون واحد من باليت واحده وسعرها متوسط والبيجمنت بتاعها حلو جدا. هاخد الفرشه دي وهاخد اللون اللي انا وريته لكم اللي هو على بينك شويه، وابتدي اللي انا اطبطب على الجفن. انا مش هعمل دواير او هدمج علشان لسه الكونسيلر موجود، الدنيا عندي ما تبقعش او ما يبقاش فيه بقع كده. هبتدي الاول اطبطب على الكونسيلر وبعد كده هبقى ادمج دواير براحتي على كامل الجفن. بصوا بعد ما طبطبت براحتي خالص، هبتدي بقى اللي انا اوزعه وادمج الاطراف بتاعته على مهلي بنفس البرش. اخرج كده لبره شويه عشان يدي سحبه. لوك كده حلو جدا جدا للسواريه، امور قوي 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 لو هتعملي مثلا السواريه، او حتى لو خطوبه في البيت، قرايه فاتحه، كاتب كتاب، حلو جدا والوانه شيك قوي. هاخد البراش دي باللون الفاتح وهبتدي ان انا افتح الكورنر بتاع العين من جوه من غير كونسيلر ولا اي حاجه خالص. يعني انا مش هعمل كات كريز وهعمل بالكونسيلر، لا خالص، انا هفتح بالدرجه اللي انتوا شفتوها دي. واخد الدرجه دي من الهايلايتر بتاعه اوفرا، بحبها قوي الدرجه دي على بيش شويه، وهبتدي اللي انا انور الكورنر بتاع العين اللي انا فتحته بالشادو البيش. شايفين السهوله؟ سهل جدا وشيك قوي، والالوان اموره شكلها حلو جدا. هجيب اللون دون وبالفرشه الصغيره وهنزل تحت خط الرموش، مش هحط كمان كحل جوه العين. وبعد كده هغمق بالدرجه دي، هنزل تحت الدرجه الفاتحه وادمج الاطراف بتاعتها باللون الغامق، واطلعه شويه لقدام، يعني اروح بيه لقدام شويه من عند المدمع بتاع العين، وافضل ادمج ادمج ادمج. هجيب بقى الباليت بتاعت الكاموفلاج بتاعت فوريفر 52 واخد اللون الابيض والفرشه الصغيره دي، وهعمل خط تحت الشادو اللي انا عملته تحت العين. يعني هنزل تحت الخط الشادو اللي انا عملته تحت العين بكميه بسيطه، هاخد الكميه على ايدي عشان انا مش عايزه كميه كتيره، وهنزل تحت العين. بصوا شايفين؟ اهم حاجه الفرشه ما تكونش الكميه فيها كبير. بصوا انا بنضف الفرشه تاني على ايدي واشيل منها اي زياده، وتحت خط الشادو هبتدي اللي انا اعمل خط، وبعد كده هجيب فرشه الايلاينر واحط كده جليتر لونه روز على الكاموفلاج اللي انا عملته او الكونسيلر اللي انا عملته من تحت، وهرسم مدمع كده بسيط بالكحل بتاع انجلوت من العين بس من قدام، وهركب الرموش الطرفيه دي شويه، واحط مسكره ايسنز الزرقاء بحبها جدا. الجلو ده يا بنات للرموش تحفه، جميل جدا 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 كمان، وميزته كمان اللي هو شفاف، فلو اتلخبطتي الدنيا مش هتهبب معاكي من فوق العين، حلو جدا. هجيب اللون البودر اللي هو على بني فاتح قوي، ابتدي اللي انا هحدد بيه الشفايف بتاعتي. حلو اول خطوه انك تحددي الشفايف بلون بودر علشان لما تيجي تحطي لون كريمي
ما يطلعش منك او يسرح منك على فوق، فحلو جدا انك تعملي حدود بالبودر. واجيب الليب لاينر اللي هو على روز ده شويه، انا متعمده ان الالوان بتاعت النهارده تكون الوان رايقه وهاديه علشان يكون شكلها حلو. وبعد كده هفتح الروج شويه من جوه من اللون اللي هو في الباليت بتاع الجيكات، محتاره بين اللون ده او اللون ده. خدت في الاولاني اللي هو اللي انا وريته لكم اول واحد ده اللي اخترته. ورشيت طبعا على البشره بتاعتي فيكس بتاع اوفر عشان البشره تهدى شويه من البودر اللي انا حطيته. وحطيت في منتصف الشفايف كده جليتر بتاع انجلوت ايه بتاع اوفرا. البشره كانت شكلها حلو قوي. وحطيت طبعا هايلايتر في وشي كله. يا رب الميك اب يكون النهارده عجبكم. تنسوش تكتبوا لي كومنت حلو وتقولوا لي رايكم ايه في اللوك بتاع النهارده. حلو قوي وشيك جدا جدا كمناسبه بسيطه او قرايه فاتحه او كاتب كتاب. حلو جدا وسهل اي حد يقدر يعمله، والالوان بتاعته اخر شياكه واناقه وشكلها ناعم وجميل وهادي. احبكم قد الدنيا كلها واشوفكم ان شاء الله على خير.